حكايتنا النهارده عن ملك الاحلام واللي كان بيطارد شرير كده في عالم البشر، بس في حد عمل عليه تعويذه وحبسه لمده 100 سنه واخد كمان منه قوته، بس بعدين عرف يحرر نفسه وقرر بقى انه يرجع قوته وياخد حقه من اي حد اذاه. بس ده ما كانش الخطر الاكبر، لان ظهر له بقى ملكه الجحيم وناس عندهم قوه خارقه وحاجات كتيره جدا، وكلهم كانوا عايزين ينهوا كل العوالم. فهل يا ترى ملك الاحلام هيقدر على كل دول ويرجع قوته، ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهارده. فاعملوا بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. بس حابب اعرفكم ان ده هيكون الموسم الاول من المسلسل ده، لو عايزين نلخص باقي المواسم اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ويلا نبدا حكايتنا، واللي بتبدا بقى في سنه 1900 مع دريم ده بيكون ملك الاحلام، اللي هو يعني بيتحكم في احلام البشر ومش عارف ايه ويخليهم يحلموا باللي هو عايزه، وبيعمل كده لانه لو ساب الاحلام دي تيجي للبشر زي ما هي عايزه ممكن تيجي شديده عليهم وتموتهم من كتر الرعب، وهو بيعمل كده عشان يحافظ على العقل البشري من الانهيار، وبيكون عايش في العالم بتاعه، ودي بتكون المساعده بتاعته لوسيان. بس دريم بيعرف بعد كده ان في كابوس من عالم الاحلام هرب لعالم البشر وعايز يدمره، ولما بيعرف كده بيستعد فورا وبيلبس الخوذه والسلسله وكيس الرمل بتاعه، ودول اللي بيدوا القوه، ومن غيرهم هيبقى عنده قوه بس هيبقى ضعيف شويه، مش هيقدر يواجه الاشرار اللي هم عايزين ينهوا حياه البشر. وبينتقل بعد كده بقى لعالم البشر، وفي عالم البشر بقى بنشوف شخص كده بيكون عجوز شويه وبيكون رايح لبيت شخص اسمه رودليك عشان يزوره وعايزه في موضوع مهم جدا، وفعلا بيروح لهناك بس اللي بيفتح له ابنه وبيقول له ان والده جوه. فبيدخل الشخص ده والواد الصغير ده بيكون اسمه اليكس، وبياخدوا اليكس وبيودوه لرودريك، وبنعرف هنا ان ابن رودريك الكبير مات، وهو خلى الشخص ده يسرق له كتاب سحر كده من المتحف الملكي عشان يعمل بيه تعويذه ويجيب بيها ملك الموت ويأسره عنده عشان يجبره انه يرجع ابنه مقابل حريته. والشخص ده وافق جدا لان هو كمان ابنه ميت وعايز يرجعه، وفعلا بياخد الكتاب وبيجيب المساعدين بتوعه وبيبدا يعمل بقى الطقوس وبيعمل تعويذه كبيره جدا. اما دريم بقى ملك الاحلام فبنشوفه بعد كده وصل لعالم البشر وعرف مكان الكابوس اللي هرب من العالم بتاعه واللي بيكون اسمه رانسي، والواد ده اول ما بيشوف ملك الاحلام بيترعب جدا وبيكون خايف لا يمسكه ويحبسه، وبيفضل يترجاه وبيقول له انه ما يعملوش حاجه. بس في اللحظه دي بتحصل دوامه كده بتخطف دريم من المكان اللي هو فيه، فبيفرح رانسي جدا لانه هيفضل حر ويعمل اللي هو عايزه، وبتكون التعويذه دي اللي رودريك عاملها، وبدل ما ياخد ملك الموت بالغلط اخد ملك الاحلام وبيحبسه، وبيفرح جدا بس ما بيكونش عارف ان ده ملك الاحلام اصلا. وبنشوف بعد كده ملك الاحلام واللي مغمى عليه، فبيروح رودريك بعد كده وبياخد منه الخوذه والسلسله وكيس الرمل بتوعه اللي هم مصدر قوته وبيحبسه بقى عنده. وبسبب دلوقتي ان ملك الاحلام محبوس ومفيش حد يتحكم في احلام البشر، في اليوم ده بيموت الالاف والملايين كمان من الناس حوالين العالم لان الكوابيس تمكنت منهم وما بيحلموش احلام عاديه، ومن كتر الرعب ماتوا. وثاني يوم بنشوف بعد كده رينسي واللي بيروح لريدليك وبيقول له انا عارف انك حابس مخلوق من عالم تاني عندك، فبيقابل انه عبيط وبيقول له انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه. فبيقول له كل حاجه بتحصل للبشر، اي شعور او احساس او حتى حلم لها ملك مسؤول عنها، واللي انت حابسه عندك ده هو ملك الاحلام اللي بيتحكم في احلام البشر. بس على فكره انا مش زعلان من اللي انت عملته، انا مبسوط جدا لان بكده انا هعمل اللي انا عايزه وابقى حر، وبكده مش هيطاردني تاني. وبيعرفوا كمان ان الادوات اللي هو اخدها من ملك الاحلام دي هتزود ثروته ونفوذه وهتخليه شخص عنده نفوذ وسلطه، بس اوعى تحرره لانه لو اتحرر هيخلص عليك فورا وهيخلص عليا انا كمان، ولازم تفضل مخليه عندك وتحط حواليه كده ازاز عشان ما يعرفش يهرب، واوعى حد من الحرس اللي بيحرسوه ينام لان ساعتها يتمكن منه ويدخل جوه حلمه ويخليه يحرره. وبيدوا له نصايح كتير وبيقول له مش عايز منك حاجه، عايزك بس تنفذ ده وخلاص. فبيشكره على النصايح وبيمشي بعد كده رانسي، وبيدخل بعد كده ريدريك جوه المكان وبيروح لدريم وبيقول له انا عرفت انت مين وانا عايز منك خدمه مقابل ان احررك، انا عايزك ترجع لي ابني اللي مات من تاني. بس ملك الاحلام ما بيردش عليه، فبيقول له او ترجعني شباب وتخليني خالد زيك ما موتش، بس برضه ما بيردش عليه وبيفضل ساكت. فبيزعل الشخص ده من كتر الكلام وانه ما بيردش عليه وبيمشي فورا من المكان. وبعد اليوم ده بتعدي بعد كده كام سنه وبنشوف ريدريك دلوقتي واللي بقى غني جدا وعنده نفوذ وسلطه بسبب ادوات ملك الاحلام اللي هو اخدها، وابنه اليكس كمان بيكون كبير، وبنشوفه بيقرا في الجريده كده وبيعرف ان في كل يوم الاف الناس عماله تموت وهم نايمين، وبسبب ده حصل ذعر بين الناس، وفي ناس اصلا بتخاف انها تنام عشان ما تموتش وهي نايمه. والواد ما بيكونش عاجبه ده جدا ونفسه دريم يتحرر عشان البشر يرجعوا طبيعيين من تاني. وبنشوفه تاني يوم هو نازل للسرداب اللي محبوس فيه دريم وبيفضل يتكلم معاه وبيقول له على فكره انا نفسي انت تتحرر اصلا لان الناس عمالين يموتوا كل يوم بالالاف، وبيحاول يقنعه انه يحقق لابوه اي امنيه من امنيته عشان يحرره، بس دريم برضه ما بيردش وبيفضل ساكت طول الوقت. وفي اللحظه دي بيدخل عليه والده واللي بيغضب جدا لانه افتكر ان نازل هنا عشان يحرر ملك الاحلام، وبياخد اوضته وبيفضل يضرب فيه، فبيفضل يشرح له انه ما كانش بيحاول يحرره ولا حاجه بس بيغضب عليه وبيقول له ما تنزلش تحت تاني، وبيبان كده انه ما بيحبوش زي ما كان بيحب اخوه اللي مات. وبعد شويه بيسمع والده وبيتخانق مع ايسل مراته وبيبهدلها على الاخر، فبيروح اليكس وبيفضل يسالها ايه اللي حصل، فبتقول له انها حامل واول ما والدك عرف ضربني وكان عايزني كمان انزل اللي في بطني، بس بيفضل يهديها وبيقول لها كل حاجه هتبقى كويسه. بس هي بتقول له ما تقلقش انا ياما عديت بمواقف صعبه وعديت بالاسوأ وهعدي من ده كمان وهتصرف. وبتخطف بعد كده كل الادوات بتاع ملك الاحلام وبتهرب فورا من المكان، وده بيعصب جوزها جدا اول ما بيعرف اللي حصل ومش عارف يعمل ايه لان بكده هيخسر كل حاجه لان دول اللي كانوا بيدوا له القوه والحظ. فبينزل لملك الاحلام وبيحكي له اللي حصل وبيقول له بص انا هعمل معاك ديل، انا هحررك ومقابل ده تروح ترجع الادوات بتاعتك، بس مقابل ده هتخليني خالد وشباب. بس برضه ما بيردش عليه، والراجل بيتعصب جدا وبيقول له سمعني صوتك قول اي حاجه، والراجل بيكون حاسس انه فاقد الامل خلاص وان كل حاجه هتروح منه وهيموت. فبيجي ابنه بيحاول يهديه بس بيزقه وبيفضل يضربه وبيقول له
انه بيكرهه، والواد بيتعصب جدا وبيقول له انا كمان بكرهك وانك شخص ما تتعاشرش اصلا، وبيزقه بعد كده وبيخبط في الازاز ووالده بيموت. وفي اللحظه دي بيروح لملك الاحلام وبيقول له انا هحررك من اللي انت فيه بس توعدني انك ما تاذينيش. بس كالعاده ملك الاحلام بيسكت وما بينطقش ولا كلمه، وبيتعدي بعد كده الايام والشهور والسنين لحد ما بتعدي 100 سنه كامله، واليكس دلوقتي بيكون عجوز وكل يوم بيجي الملك الاحلام وبيقول له احررك ومقابل ده ما تاذينيش، بس برضه ما بيردش عليه، والواد بيفقد الامل خلاص وبيمشي من المكان. بس في اللحظه دي بيشوف دريم واحد من الحراس كده بيحاول يروح في النوم، واول ما بينام بيدخل جوه احلامه وبيتحكم فيه وبيخليه من غير ما يحس كده يمسك مسدس ويضرب طلقه في الازاز وبيحرره، واخيرا بيخرج وبيستجمع قوته. وقبل ما يمشي بقى من المكان بيروح لاليكس وبيدخل جوه احلامه وبيعمل عليه لعنه كده انه يفضل نايم للابد وما يصحاش خالص بسبب انه حبسه. وبيرجع بعد كده دريم للعالم بتاعه من تاني، واول ما بتشوف المساعده بتاعته بتتبسط جدا انه اخيرا رجع بعد المده دي كلها لانها ما كانتش عارفه عنه حاجه. وبتاخده بعد كده وبتوروا له الاصل والمملكه بتاعته، وهو بيبص على المملكه كده بيلاقيها متدمره خالص وشبه مهجوره وكل السكان اللي كانوا فيها هجروها، وبتقول له صعب انها تتصلح تاني. فبيقول لها صعب ليه؟ انا اللي بنيت المملكه دي واقدر ارجعها من تاني. وبيدخل بعد كده القصر بتاعه وبيبدا يستجمع قوته وبيحاول انه يصلح المكان، لكنه بيضعف جدا لانه من غير الادوات بتاعته قوته مش كامله. فبتقول له انت لازم ترتاح شويه، انت غايب بقالك مده ولما تفوق اعمل اللي انت عايزه. فبيقول لها لا، لازم ادور على ايسل وارجع منها الخوذه والجوهره وكيس الرمل لان دول اللي هيرجعوا له قوتي من تاني. بس في نفس الوقت ده بنشوف رينسي اللي هو الكابوس فاكرينه راح لايسل اللي اخذت الادوات بتاع ملك الاحلام، وبيقول لها ان ملك الاحلام دلوقتي هرب وهيطاردنا احنا الاثنين، انا عشان اللي بعمله وانت عشان اخدت ادواته. فبتقول له ما عملتلوش اي حاجه، انا ما سرقتش منه اصلا. فبيقول لها حتى لو مش هيسيبك برضه لحد ما يرجعها، وبيقول لها ايه رايك نتعاون مع بعض ونستخدم الادوات دي اننا نمنعه عنا، بس بترفض وبتقول له مش محتاجه حد. اما ملك الاحلام بقى فبيمشي من العالم بتاعه وبيروح لعالم تاني وبيقابل 3 ساحرات كده بيقدروا يعرفوا كل حاجه عن الماضي والمستقبل والحاضر ومكان اي حاجه، وبيقولوا له انت مسموح لك ب3 اسئله بس هنجاوبك عليهم. فبيقول لهم تمام وانا مش محتاج اكتر من كده، وبيسالهم عن مكان الخوذه وكيس الرمل والسلسله. فبيقولوا له كيس الرمل اتباع وهو مع ساحره دلوقتي اسمها جوانا، وان الخوذه في حد عامل عليها طقوس وتواصل بها مع الشيطان وبدلها بتميمه، التميمه دي بتحميه من اي اذى، والجوهره مع ولد صغير امه اهدتها له قبل كده عشان تحميه بيها. اما رينس بقى فبيكون بيحاول يخلص على ايسل لو ما قالتلوش مكان الادوات بتاع ملك الاحلام، بس في اللحظه دي بتطلع تميمه الحمايه اللي بتحميها وبتطلع هي اللي عملت مبادله مع الشيطان بالخوذه وبتخليه يختفي خالص من المكان. وملك الاحلام بيرجع للعالم بتاعه وبيقول للمساعده بتاعته كل اللي عرفه عن الاماكن اللي فيها الادوات وانه هيروح يدور عليهم، وهيبدا بكيس الرمل الاول. وفعلا بيستخدم قوته وبيفتح حاجز وبينتقل للعالم بتاع البشر، بس اول ما بينتقل لهناك رينس بنشوفه انتقل لهنا بسبب التميمه بتاع الحمايه. فبتقول له مساعده الملك مش هيسيبك، فبيقول لها من غير قوته هيعمل ايه، واوعدك انه لو حاول يقرب مني انا اللي مش هسيبه واخلص عليه، وده وعد مني. وبيسيبها بعد كده وبيمشي فورا من قلب المكان وبيرجع العالم بتاع البشر. اما ايسل بقى فبنشوفها بعد كده وهي رايحه تزور ابنها، وابنها ده وهو صغير حبسته كده في مكان وبتطلعوش منه خالص عشان تحميه، وبيكون معاه السلسله وهي اللي اديتها له، وبتفضل تساله عن مكانها فين لان في ناس بيدوروا عليها، بس ما بيقولهاش اي حاجه. وبيقول لها عرفيني الاول مين ابويا وليه حبسني هنا طول المده دي وليه كل الحاجات دي، وانا مقابل ده هقول لك على مكان السلسله. وبتكون عايزه السلسله عشان تديها لملك الاحلام ويبعد عنهم، فبيقول لها مستحيل اديها لحد، السلسله دي بتحقق اي احلام لاي حد. اما ملك الاحلام بقى فبيروح بعد كده للساحره اللي معاها كيس الرمل وبيعرفها ان هو ملك الاحلام وبيسالها فين مكانه، بس بتقول له انه كان معاها بس هي ما تعرفش اي حاجه عنه دلوقتي. فبيطلب مساعدتها انهم يلاقوه لان من غيره مملكته بتبدا تتدمر، ولو مملكته اتدمرت عالم البشر هيتدمر، واللي بتوافق تساعده، بس بتقول له انها ترجعه لوحدها وبتختفي من المكان. بس لما بتنام بيقدر يدخل جوه الاحلام بتاعتها وبيلاقيها وبيظهر لها، فبتضطر انها توافق تساعده وبتاخده بعد كده وبيمشوا من المكان وبتروح لبيت واحده صاحبتها كانت مخبيه كيس الرمل معاها، واللي بتدخل بتلاقيها تعبانه جدا وعباره عن موميا والكيس في ايدها. فبياخده بعد كده ملك الاحلام وبيعرفها انها تودع صاحبتها لانها هتموت، كيس الرمل اللي كان محافظ على حياتها. فبتروح بعد كده البنت دي وبتفضل تودعها وبتموت بين ايدها. اما ايسل بقى فبتقرر انها تضحي بنفسها عشان خاطر ابنها وبتقلع تميمه الحمايه اللي معاها وبتديها له عشان ملك الاحلام ما يعرفش يأذيه، واول ما بتقلعها بتشيخ وبتموت في لحظه لانها عايشه بقى لها اكتر من 100 سنه والتميمه دي هي اللي كانت محافظه على حياتها. والواد بيزعل جدا على امه لانه ما كانش ليه غيرها اصلا، بس ما بيعرفش يعمل لها حاجه. فبياخدها بعد كده وبيحاول انه يمشي من المكان وكل الحرس بيحاولوا انهم يمنعوه، بس كلهم بيتاذوا بسبب التميمه اللي هو لابسها وبيقدر يخرج من المكان من غير ما حد يلمسه حتى. اما ملك الاحلام بقى فبيودع بعد كده جوانا وبيشكرها انها ساعدته يرجع كيس الرمل، وبتمشي بعد كده من المكان. فبيستخدم قوه كيس الرمل وبينتقل لعالم الجحيم عشان يرجع الخوذه بتاعته من الشيطان، وفعلا بيوصل هناك وبيفضل ماشي كده لحد ما بيوصل لبوابه الجحيم وبيطلب الدخول من الشيطان اللي هو حارس، بس بيرفض يدخله لانه فاكره شخص عادي. لكن لما بيعرف ان ده دريم ملك الاحلام بيفتح له الباب فورا وبيعتذر له عن المعامله اللي عامله بيها لانه ما كانش يعرفه، وبيقول له اوصلك لقصر لوسيفر الملكه بتاعتنا. اما جون بقى ابن ايسل فبيكون ماشي في الشارع وبيقع على الارض وبتيجي واحده كده بعربيه وبتساعده، فبيطلب منها انها تساعده وتوديه مكان معين كده، والمكان ده اللي سايف فيه الجوهره، واللي بتوافق فورا وبتاخده وبتمشي من المكان. ودريم بيوصل بقى لملكه الجحيم واللي بتقول له سبب زياره ملك الاحلام ايه، فبيعرفها كل حاجه وان في شيطان من عندك عامل اتفاق مع بشري واخد الخوذه بتاعتي وانا جاي عشان ارجعها. فبتقول له طيب الخوذه بتاعتك استخدم بقى قوتك واستدعي الشيطان اللي ماسكها دلوقتي، واللي بيروح فعلا وبيستخدم قوته وبيقدر انه يستدعي الشيطان ده فعلا، وبيقول له دريم ان الخوذه دي بتاعتي وانا عايزها.
عايزها. فبيقول له كانت بتاعتك، انا عملت مبادله واخدت الخوذه دي من بشري مقابل تميمه انا اديتها له، وقانون العوالم ما بيمنعش ده، بس لو عايزها ادخل معايا في قتال، ولو فزت هديك الخوذه زي ما انت عايز، بس لو انا اللي كسبت هخليك عبد عندي للابد. ودريم من غير ما يفكر كده بيوافق فورا وبيقول له ادخل معاك في قتال. بس الشيطان ده بيبان عليه انه خايف جدا، وبيروح لملكه الجحيم وبيقول لها انها تقاتل دريم هي مكانه، لان انتوا الاثنين ملوك زي بعض وانا اكيد مش في نفس قوتكم. فبتقول له انت بتورطني، بس بتوافق على اي حال. وبيروحوا بعد كده ساحه المعركه وبتبدا المعركه، وحرفيا الاثنين بيكونوا اقوياء جدا وقوتهم رهيبه، وبيفضلوا يضربوا ببعض، والمعركه بتستمر وقت كبير جدا، ومن كتر قوتهم المكان حواليهم بيتدمر، وكانت ملكه الجحيم خلاص هتخلص عليه، بس بيستجمع قوته من تاني وبيقدر انه ينتصر عليها في النهايه. وبيبان لوسيفر كده انها متضايقه جدا، وبتقول له في يوم من الايام هخلص عليك وههزمك. فبيقول لها لما يجي ساعتها نشوف ان وبس، وبعدين عرفيني. وبياخد بعد كده الخوذه بتاعته وبيمشي من المكان وهو منتصر، وبيكون فخم في نفسه كده وهو ماشي، وبكده بيكون ناقص له الجوهره بس. فبيستخدم قوه الخوذه مع الرمل وبيقدر يحدد مكان الجوهره بالظبط، وبينتقل لها فعلا، وبيقدر يوصل لها وبيمسكها، بس في حد عكس التعويذه اللي عليها، وبتطلع طاقه بتطيره بعيد وبتوقعه على الارض فاقد الوعي. وفي نفس الوقت ده بره جون واصل للمكان مع الست اللي وصلته، وبيدخل جوه المكان كده وبيشوف الجوهره على الارض، فبياخدها وبيمشي في هدوء، بس ما بياخدش باله ان ملك الاحلام موجود. وبيطلع بره وبيشكر الست دي انها ساعدته، وبيديها التميمه وبيقول لها هتحميكي من اي حاجه ومحدش هيعرف يلمسك طول ما انت لابساها. فبتقول له طب لما هي بتعمل كده انت هتتخلى عنها ليه؟ فبيقول لها دلوقتي معايا الجوهره اللي بتحقق الاحلام، فمش محتاجه في حاجه. فبتشكره وبتمشي فورا من قلب المكان، وبيبدا بقى يعيش حياته. وتاني يوم بيروح يقف في كافيه كده وبيشوف الناس اللي قدامه وهم مبسوطين ومش عارف ايه وعمالين يضحكوا، بس هو عارف ان دي مش طبيعه البشر، وبيستخدم الجوهره اللي معاه وبيخليهم يبانوا على طبيعتهم ويتصرفوا بغريزتهم. وفي اللحظه دي بيبان بعد كده كل الناس على حقيقتها، واتنين زوجين كده بيكونوا قاعدين ومدعيين السعاده، بس في الحقيقه بيكرهوا بعض وبيخونوا بعض وحاجات غريبه. واحده من الويتر كمان بتروح لشاب كده وبتقول له ده عايزه تتسلى وعايزه تقرب منه. وواحد كمان بتظهر فيه غريزه القتل وبيمسك واحد وبيخلص عليه فورا، وبيبان ان دي طبيعه النفس البشريه اصلا. وبيقول جون ان لو كل الناس كانوا كده ومفيش قانون كان الجنس البشري اتباد، وان ما كانش فيه بشر. وفي اللحظه دي بيدخل بعد كده عليه دريم ملك الاحلام، واول ما جون بيشوفه بيترعب وبيقول له انا عارفك انت جاي تاخد مني الجوهره. فبيقول له لازم تسلمها لي، اديك شفت الناس حواليك عملوا ايه. الجوهره دي اللي بتحافظ على الاستقرار، ومن غيرها الجنس البشري كله هيتباد ومش هيبقى في حد اصلا ولا حتى انت. بس بيقول له لا، الجوهره دي ملكي وعمري ما هتخلى عنها، ومفيش مخلوق من اي عالم هيعرف ياخدها مني مهما كان مين. فبيستغل بعد كده دريم الكوابيس والاحلام بتاعته وبيدخل لعقله وبيفضل يلعب فيه كده، وبيحصل له مزج بين العالم الحقيقي وعالم الاحلام. وجون ما بيعرفش هو في اي عالم دلوقتي لحد ما بيخليه من كتر التعب يفقد الوعي. فبياخده وبيوديه المكان اللي كان محبوس فيه قبل كده وبيقفل عليه وبيسيبه بقى طول عمره هنا، وبياخد الجوهره وبيمشي من المكان فورا. وبكده بيكون دريم استعاد كامل قوته من تاني، وبيطلع بعد كده بره وبيشوف العالم بتاع البشر بدا يتدمر. فبيقول انه هيرجع كل حاجه لمكانها الطبيعي من تاني، وبيقدر انه يعمل كده ويرجع الاستقرار للعالم. وبعد شويه وقت بنشوفه بعد كده بيقابل اخته، واللي بيحكي لها ان بعد اللي عمله ده حاسس دلوقتي بملل وحاسس انه ملوش تاثير ولا حاجه. فبتقول له ازاي بقى انت اللي بتتحكم في احلام البشر اصلا؟ من غير اللي انت بتعمله كل يوم ده البشر هتموت، فدورك عظيم ما تنكرش ده. فبيشكرها بعد كده وبيودعها وبيمشي من قلب المكان، وبيروح يقف قدام بار قديم كده كان بيزوره زمان، وبيفضل بقى يستعيد ذكرياته وبيفتكر سنه 1389 وانه كان واقف هناك في يوم وشاف شخص اسمه هوب كان بيتكلم مع اصحابه، وبيقول ان نفسه يبقى خالد ويعيش للابد، وساعتها هيعيش حياته في سعاده ويعمل كل اللي هو عايزه. فراح له ساعتها دريم وقال له انا اقدر اخليك تبقى خالد وتعيش للابد، وبيكون عنده فضول هيعمل ايه، وبيقول له قابلك بعد 100 سنه في نفس المكان. فبيضحك الشخص ده وبيكون بيفاجره بيهزر، بس بيسيبه دريم وبيمشي. وبعد 100 سنه بيروح له فعلا نفس المكان وبيلاقي هوب قاعد هناك ومستنيه. فبيقول له ها مبسوط بالخلود ولا لا؟ فبيقول له انه مبسوط جدا ومستمتع بحياته. ودريم بيستغرب جدا لانه كان فاكر انه لما يودع بقى كل احبابه واصحابه ويعيش وحيد هيتاثر، بس على العكس هوب حابب الحياه دي. فبيقول له طيب هقابلك تاني بعد 100 سنه واشوفك وصلت لايه. وبعد 100 سنه فعلا بيروح يقابله، وبيفضلوا بقى يتقابلوا لمده 600 سنه. فبيتكلم هوب وبيقول لدريم على فكره انا مش باجي اقابلك عشان تشوفني سعيد ولا لا، انا جاي عشان انا ما عنديش اصحاب وانت الوحيد اللي عارفني. وده بيعصب ملك الاحلام جدا وبيمشي فورا من المكان، وبيقول له انه مش هيجي يقابله تاني. فبيجري وراه الشخص ده وبيقول له طيب لو قابلتني تاني هنبقى اصدقاء بجد، وهفضل كل قرن اجي هنا لحد ما انت تيجي. وبعد القرن بيروح هوب لنفس المكان، بس للاسف ملك الاحلام المره دي ما بيجيش. والاول مره بيحس هوب انه فعلا وحيد، لكن في الوقت الحاضر بيدخل دريم بقى المكان وبيلاقيه مستنيه، واللي اول ما بيشوفه بيفرح جدا وبيقول له شفت احنا اصدقاء بجد. فبيعتذر له دريم في اللحظه دي انه ما جاش يقابله طول القرون دي، وبيقول له انت فعلا صديقي. وبيقعدوا بقى يتكلموا ويحكوا لبعض اللي مروا بيه على مدار القرون اللي فاتت. وبعدها بيخلص دريم القعده اللذيذه دي بيرجع بعد كده عالم الاحلام وبيقابل المساعده بتاعته، واللي بتحكي له بقى عن اسطوره بتقول ان في دوامات احلام بتظهر كل 1000 سنه. دي بتبقى عباره عن شخص بيتولد لعالم البشر عنده قوه كبيره ممكن يدمر بها العوالم كلها لو ما عرفش يسيطر عليها. فبيقول لها دريم دي مش اسطوره ولا حاجه، دي حقيقه، وفي بنت اتولدت من عالم البشر اسمها روز وانا براقبها، بس هي لسه ما تعرفش عن قوتها حاجه. فبتقول له لازم تمسكها والا هتشكل تهديد على عالم البشر وعالمنا. فبيقول لها القوانين بتقول ان ما ينفعش اقرب لحد قد لما بيشكلش تهديد، بس ما تقلقيش انا براقبها ولو حصل اي حاجه انا هتدخل فورا. وبيقول لها على فكره احنا ممكن نستغلها اصلا، لان الدوامات دول عندهم القدره انهم ينقلوا الكوابيس اللي بتهرب لعالم البشر للعالم بتاعنا، وبيكون قصده على رينس واللي زيه. تعالوا بقى ننتقل لروز
روز اللي بيتكلموا عنها دي، واللي بتروح تقابل جدتها، وجدتها دي بتحكي لها ان من وهي صغيره دخلت في غيبوبه وما صحتش غير لما بقت كبيره، وده بسبب لان ملك الاحلام زمان كان محبوس، وبسبب ده ناس دخلوا في غيبوبه وناس ماتوا. وروز ما كانتش تعرف عن جدتها حاجه لانها طول عمرها في المستشفى وما شافتهاش خالص، بس بيكونوا مبسوطين ببعض جدا وبيقعدوا بقى وبيفضلوا يتكلموا ويحكوا عن حياتهم ويتعرفوا على بعض اكتر واكتر. فبتحكي لها روز ان عندها اخ بس اتفرقوا من وهم صغيرين ومش عارفه هو فين، وانها نفسها تدور عليه بس معاش فلوس تتحرك. فبتقول لها ما تقلقيش انا هساعدك وامولك بالفلوس اللي انت عايزاها لحد ما تلاقيه لانه حفيدي برضه. وفعلا بتمشي من المكان وبتروح للمكان اللي هي نشأت فيه، وبتروح لدار ايتام هناك كده وبتفضل تدور على اخوها في كل مكان. وبتعرف ان في اسره اتبنت اخوها لما جه الدار هنا، بس الموظفه ما بترضاش تقول لها هم مين الاسره دول لان القوانين بتمنع ان يطلع اي معلومات بره. والبنت بتضايق جدا وبتمشي من المكان، بس في اللحظه دي بيكون في غراب من عالم الاحلام بيراقبها، واللي بيكون تبع المساعده بتاع الملك، وبيروح فورا وبيحكي لها كل حاجه وان البنت بتدور على اخوها. فبتمسك بعد كده الملفات اللي عندها عشان تدور على اسم اخوها، بس الغريبه انها ما بتلاقيهوش في اي مكان خالص. فبتاخد السجلات وبتروح لملك الاحلام وبتحكي له كل اللي حصل. فبيقول لها مستحيل اي بشر بيتولد بيكون عندنا معلومات عنه، ومستحيل يختفي من السجلات، في حاجه غلط. بس اثناء ما هم بيتكلموا بتدخل عليهم روز واللي قدرت توصل لهم وهي نايمه من خلال احلامها لانها سمعتهم ولقت نفسها بتتتبع الصوت، وبتسالهم يعرفوا ايه عن اخوها وهم مين اصلا. فبيقول لها دريم ان هو ملك الاحلام وانت دلوقتي في مملكتي وبسبب قوتك انت قدرت تيجي لهنا. وبيقول لها انا هساعدك لما تصحي في عالم البشر دوري على اخوك براحتك، ولما تنامي هندور عليه في عالم الاحلام وممكن ندخل للحلم بتاعه بالليل ونعرف مكانه بالظبط. واللي بتفرح جدا وبتصحى من النوم كده وهي مبسوطه وبتروح بقى وبتطبع صور اخوها عشان توزعها في المدينه وبتفضل تدور عليه في كل مكان. اما الموظفه بقى لما بتشوف كل الكلام ده بتروح تطمن على اخو روز واللي بيكون دلوقتي مع واحده كده متبنياه وبيمثلوا انهم سعداء وكده، بس في الحقيقه هم بيحبسوا الولد ده وبيعذبوه كتير جدا وبيعاملوه بطريقه غير ادميه. والواد بيكون معاه ورقه كده بيطلب فيها المساعده من الموظفه، وبيعمل انه رايح عشان يسلم عليها وكده وبيحضنها وبيحط لها الورقه في الشنطه عشان تخرجه من هنا. وبتمشي بعد كده الموظفه من المكان وبتروح لبيتها، بس اول ما بتفتح الشنطه بتاعتها ما بتلاقيش اي حاجه. وبيطلع هنا ان الشخص ده خد باله اصلا وسرق الورقه، وبيقول له انت فاكر انك ممكن تعمل حاجه غصب عني؟ طيب انا هعاقبك بقى عقاب اكبر. والواد بيبان عليه انه خايف كده ومتوتر. اما روز بقى فبتنام بعد كده وفي حلمها بتقابل ملك الاحلام واللي بيفضل يشرح لها بقى عن قوتها وكده وعن دوامه الاحلام وانها لازم تاخد بالها كويس من قوتها وانه هيساعدها في ده لان لو فقدت السيطره عليها ممكن تدمر العوالم كلها. بس بتقول له ما تقلقش انا نوايا مش شريره. وبيفضلوا يدوروا بعد كده على اخوها في كل مكان لحد ما فعلا بيقابلوه في الحلم بتاعه واللي بيحلم انه بيبقى السوبر هيرو والجو ده، والاثنين بيفرحوا جدا وبيحضنوا بعض اول ما بيشوفوا بعض. وبتفضل تساله هو فين بقى ومع مين وكده، فبيقول لها على اسم الاثنين اللي متبنيينه. ولما بتصحى من النوم بتروح تدور على اللابتوب وبتعمل سيرش كتير على اسم الاثنين دول، وبعد بحث طويل جدا بتقدر انها توصل لهم وتعرف العنوان بتاعهم. وبتقرر بقى انها تروح عشان تنقذ اخوها. اما اخوها بقى فبنشوفه قاعد في السرداب كده ومتعاقب، بس اثناء ما هو قاعد بيسمع صوت خبط وتكسير وحاجات كتير كده، فبيطلع فوق عشان يشوف ايه اللي بيحصل. واول ما بيوصل البيت بيلاقيه متدمر خالص، وفجاه بيدخل عليه الرنسي اللي هو الكابوس، وبيكون هو اللي عامل كل ده اصلا لانه عارف ان اخته بتدور عليه، وبيحور عليه وبيقول له ان اخته هي اللي بعتته عشان ترجعه كده. والواد بيفرح جدا وبيمشي معاه وفعلا بياخده وبيطلع من المكان وبيركب العربيه. وروز بتوصل لنفس المكان بس بتلاقي الشرطه محوطاه، فبتروح وبتعرفهم ان اخوها جوه وبتسالهم ايه اللي حصل. فبيقولوا ان حصل اقتحام في المكان وحد موت الاثنين اللي كانوا متبنيين اخوك وهو مختفي. والبت بتخاف جدا وبتقلق على اخوها ومش عارفه تعمل ايه ولا هو راح فين. اما الكابوس بقى فبيكلم بعد كده روز وبيعرفها ان اخوها معاه وبيدوا لها كمان عشان تكلمه واللي بتطمن انه بخير، وبيقول لها لو عايز اخوك تعالي في المكان اللي هقول لك عليه دلوقتي. وبيقفل وبيمشي من المكان، فبتقرر انها تروح لهناك. اما الكابوس بقى فبيكون واخد الولد ده ومقعده في اوضه كده في الفندق، وبيفضل يقول له ان في مؤتمر هنا وهينزل عشان يحضر المؤتمر وهتفتح الباب لاي حد لحد ما اختك تيجي لان ممكن تتاذي. فبيوافق الولد بس لما بيطلع كده ما بيسمعلوش وبيخرج من اوضته وبيفضل ماشي وراه. اما روز بقى فبيكون في طريقها للفندق بس بتنام في العربيه، ولما بتدخل في عالم الاحلام بتقابل دريم واللي بتعرفه اللي حصل، لكنه بيحذرها انها تروح هناك بس بترفض وبتقول له انها عايزه اخوها. وبيبان كده انها بدات تفقد السيطره على قوتها لان جزء من عالم الاحلام بدا يتدمر. فبتقول له لو مش عايز العالم بتاعك يتدمر ابعد عني خالص انا عايز اخويا وخلاص. وبتصحى بعد كده من النوم وبتروح للفندق ده وبتوصل فعلا وبتدخل جوه وبترن على الكابوس بس ما بيردش عليها، فبتدخل وبتفضل تدور على اخوها في كل مكان. اما اخوها بقى فبيفضل ماشي لحد ما بيشوف الكابوس ده وهو بيخلص على واحد، والواد اول ما بيشوف ده بيترعب وبيجري فورا من قلب المكان. واثناء ده بيخبط في واحد كده وبيعرفه اللي حصل وان في ناس بتطارده، فبياخدوا الشخص ده عشان يخبيه. بس اثناء ما هو ماشي بيقابل اخته واللي بيفرح جدا اول ما بيشوفها وبيحضنها وبتطمن انه بخير. بس الشخص ده بنعرف انه قاتل مأجور اصلا تبع رينسي وبيجري وراهم عشان يخلص عليهم لحد ما بيحصلهم في مكان كده ومش عارفين يعملوا ايه وكان هيمسكهم، بس بيجي رينسي الكابوس وبيخلص عليه فورا وبيقول لهم ما تقلقوش وانتوا معايا محدش هيعرف يلمسكم. وبياخدهم بعد كده وبيقعدهم في مكان وبيبدا يشرح لهم بقى ان هو كابوس من عالم الاحلام وانا عارف انك دوامه الاحلام اللي بتظهر كل 1000 سنه، ودريم ملك الاحلام عايز يخلص عليك عشان ما تسببيش اي اذى للعالمين. وبيقول لها انا اعمل معاك اتفاق انا هساعدك واحميكي بس مقابل ده تدمري مملكه الاحلام خالص لانه ممكن يتسحب لاي وقت هناك، ولو ملك الاحلام مسكه هيحبسه وهو عايز يبقى شخص حر، ولو عملت كده انت كمان هتبقى حره وتستخدمي قوتك براحتك. وبيقول لها على فكره انا مش هجبرك تقعدي، لو عايزه تمشي امشي بس احسن لك مش دلوقتي لان في قتله كده مالين الفندق عشان المؤتمر اللي بيحصل، وهسيبك وقت تفكري وبينزل المؤتمر.
واول ما بيطلع هناك بيشوف في اللحظه دي ملك الاحلام، واللي بيقول له انا مش جاي عشان ارجعك لعالم الاحلام، انا جاي اخلص عليك خالص واريح الناس من اذاه. وبيروح له بعد كده والاثنين بيستخدموا قوتهم العقليه مع بعض، بس ملك الاحلام بيقدر يتفوق عليه وبيخلص عليه خالص. فبيقول له الكابوس قبل ما يموت ان روز هتخلص عليك انت كمان بنفس الطريقه. وملك الاحلام بيشوف القتله اللي تبع الكابوس دول موجودين في قلب المكان، فبيعمل عليهم لعنه كده عشان يحسوا بالاذى اللي سببوه للناس اللي هم موتوهم قبل كده. وفعلا اللعنه بتشتغل وبنشوفهم بقى، وفي منهم اللي بيبلغ على نفسه واللي بينتحر واللي ما بيعرفش يستحمل واللي بينهار. اما روز واخوها فبتاخده بعد كده وبتمشي فورا من قلب المكان. وبيطلع دريم وبيشوفها وهي ماشيه بس ما بيرضاش يتتبعها ولا يعمل لها حاجه، وبيكون عايز يقاتلها بس مش وهي ضعيفه لانه عنده مبادئ، وهيقاتلها في عالم الاحلام لان هناك هتبقى قويه، وهي بتكون عارفه الكلام ده. وبنشوفها وهي بتحكي لاخوها انها هتواجهه وهتخلص عليه ومش هتسمح لحد يبعدها عنه. وبتمشي بعد كده من المكان وبترجع البيت بتاعها، وبتكلم جدتها وبتعرفها ان لو حصل لها اي حاجه تعتني باخوها كويس وان ما تسيبوش يحصل له اي حاجه. فبتقول لها ما تقلقيش، وبعدين ما فيش حاجه هتحصل، هتعيشوا الاثنين مع بعض وتعيشوا حياه سعيده. فبتمشي البنت من المكان وبتروح تنام بقى وبتدخل عالم الاحلام، وبتشوف بعد كده كل اصحابها والناس الحلوه اللي قابلتهم في حياتها واخوها، بس ما بتعرفش تتحكم في نفسها وبتعمل دوامه كده وبيبداوا يقعوا فيها. والبنت بتحاول تنقذهم وبتحاول تنقذ اخوها بس بيتشد جوه، فبتنهار وعماله تصرخ ومش عارفه تعمل ايه. وفي اللحظه دي بيظهر لها ملك الاحلام وبيقول لها شفتي اللي حصل ده لو فضلت عايشه هيحصل في العالم الحقيقي، هيكون مصير احبابك واخوكي وكل البشريه والعوالم هتنتهي بسببك. فبتقول له توعدني انك تحميهم، فبيقول لها اوعدك. فبتقول له انا موافقه انك تخلص عليا، وبتقرر تضحي بنفسها عشان كل الناس دول يعيشوا ويبقوا في امان. اما جده روز بقى فبنشوفها بعد كده بتنام وبتدخل عالم الاحلام، وفجاه بتلاقي نفسها في قصر ملك الاحلام وبتقابل المساعده بتاعته واللي بتعرفها انها في عالم الاحلام دلوقتي. فبتطلب من المساعده كده انها تديها احتمال لحياتها لو ما كانتش عايشه في الغيبوبه وعاشت حياه طبيعيه كانت هتبقى عامله ازاي. اما روز بقى وملك الاحلام فبيقول لها على فكره انا مش عايز اقتلك بس ما فيش حل، العوالم في خطر، وبيبدا يستخدم قوته عشان يموتها. لكن في اللحظه دي بتيجي المساعده بتاعته وجده روز واللي بتوقفه وبتقول له ان جده روز هي اللي كان مقدر ليها انها تبقى الدوامه، وعشان دخلت في غيبوبه القوه انتقلت لروز حفيدتها، وعشان هي كان المفروض يبقى هي اللي عندها القوه بتقدر انها تمتصها من حفيدتها وبتحطها جواها، وبتقرر تضمن نفسها بقى وتضحي بنفسها عشان حفيدتها تعيش. والبنت اول ما بتعرف كده بتنهار وبتودعها وبتموت جدتها. وفي اللحظه دي بيقول لها دريم خلاص انت اتعذبت بما فيه الكفايه، دلوقتي جه دورك عشان تعيش حياه طبيعيه وفي سعاده مع اخوك. وبيطلعها من عالم الاحلام وبيرجعها للواقع، فبتصحى من النوم وبتروح تقابل اخوها واصحابها وكل احبابها واللي بيكونوا في خير، فبتقرر بقى انها تعيش حياه طبيعيه. اما ملك الاحلام فبيعرف ان كل اللي حصل له ده كان بسبب اخوه، لان اخوه ده ملك الرغبه وكان عنده رغبه انه يعمل فيه كده لانه ما بيحبوش اصلا. وبيروح بعد كده وبيشوف اخوه ده واللي مش عارفين هو واحد ولا واحده بس هو شكله غلط، فبيقول له دريم اوعى تقرب مني ولا من مملكتي تاني والا هنسى انك اخويا وهخلص عليه. وبيسيبه بعد كده وبيمشي من المكان فورا. وبعد شويه وقت بيكون دريم خلاص رجع المملكه بتاعته وحافظ على استقرارها هي وعالم البشر واحلامهم، وبترجع حياته طبيعيه من تاني. بس ده مش هيستمر وقت كتير لاننا بنشوف بقى لوسيفر ملكه الجحيم بتخطط انها تتفق مع كل ملوك العوالم انهم ياخدوا عالم الاحلام ويسيطروا عليه ويخلصوا على دريم، وبتقول له قابل بقى يا حلو اللي جاي. ودي كانت نهايه الموسم الاول. لو عايزين نلخص باقي المواسم بتاع المسلسل ده اكتبوا لنا في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي.